البداية عندك. اهلا فيكم بالفيديو اليوم بدنا نعمل فيديو مع باسل. اخيرا باسل وصل 10,000 مشترك بعد عناء طويل، بعد 17 سنة صناعة محتوى. دائما باسل بيدخل بإشي وبعدين بيطلع منه، بيدخل بإشي وبيطلع منه، فادعوا انه باسل يظل موجود بهذا الإشي وما يترك هذا المحتوى ويكمل بقناته على اليوتيوب. لا مستحيل، دام في 30 واحد بحبني لازم اضلني مكمل. لازم. والله جد في يعني. انا والصراحه لو في 20 بضلني. والله جد بحكي لك يعني إياها. 30 جد لازم نشجع بباسل، لازم نوصل باسل بهذا المقطع 100,000 مشترك. بس هي حلقتنا. أنا جايب مازن اليوم مشان بس يجي يحكي لكم هذا الحكي. يلا ما ضايل له الا 90,000 مشترك. اوكي جد صح. سؤال. آه. انا كنت من بداية الحلقات قاعد عم بقول انه يلا خلينا نسكر 10,000 مشترك. هلا شو الرقم اللي احطه؟ 50 ولا 100؟ انا الصراحه لما كنت بموقفك اوكي 50 كان عندي اللي بعدها، فهمت؟ كنت فرحان على 50، كنت هيك متحمس انه 50,000، مع انه ما بيعطوك جائزه اليوتيوب ولا إشي، بس هيك كنت فاهم كيف متحمس انه رقم 50 50,000 مشترك متحمس عليه. كنت اسمع هاي الجملة. لا انا بالنسبة لي الجائزة هي الناس. الله كذاب، دائما بحش فيكم. دائما بحش فيكم. اوكي. ومشان طبعا ما نطول عليكم بهالمقدمة، نحن جايين بموضوع يا حنكون انا ومازن فيه اصحاب، يا انه يمكن نتمشكل فيه. هل الارض مسطحه ولا كرويه؟ فعلا هذا هو عن جد بالله عليك هذا الموضوع. والله انا ما بعرف شو الموضوع. اوكي فعلا هو هيك حيكون. وفي واحد بس اللي بيضل يحكي عن هاي المواضيع، وربنا الله مازن حكى لي انه احكي عنه. انا بحضره الصراحه. دائما بحضره. فنان الدكتور محمود، لو قاعد بتشوف الفيديو إلك تحيه. والله انا بحضرك، بس يعني في اشياء الصراحه بحسها اكستريم، بحس انه هيك مطلع اشياء شوي مزودها. في مخلوقات اطول من الانسان ب3 مرات ما بتعرفوا يا اخي. ممكن انا مشكلتي معه انه يعني مثلا اذا الكتاب صار هيك لازم يكون في وراها سر عظيم الاجانب مخبينه عنا. يعني ما برضى انه يكون الشيء طبيعي انه خلص انه والله هيك الدنيا أمريكا. لازم يكون انه الحكومات مخبيه علينا مثلا انه الكتاب هيك. ما برضى كل إشي دكتور محمود صلاح فعلا كمحتوى هو عم بيعمله بصراحه ممتع انك تتفرج عليه، بغض النظر انه حقيقه ام زيف. ممتع. يعني كيف لما تدخل فيلم بيحكوا عن الارض المجوفه بتندمج فيه، بغض النظر انه الفيلم كذب مثل كينج كونغ وغودزيلا، بيحكوا عن هاي الامور. ترى فنان لما يحكوا عن هاي القصص. فكره المواضيع هاي بغض النظر كذب ولا حقيقه ممتعه. شفت له فيديو عم يحكي على هاي القصه شغله الافلام، بيحكي انه ما في اي فيلم موجود نزل الا وراه قصه حقيقيه حتصير بعدين او صارت زمان. يعني كل قصص الافلام صح. شغله انه حتى لو تحرك الكتاب هيك بيطلع من وراه نظريه، الصراحه هي زياده عن اللزوم، بس بنفس الوقت ممتع. زي ما قلت. أيوة يعني ممتع. زي ما هي يعني انا مره سالت نفسي سؤال انا مع نفسي. قلت لما يجي مثلا مخرج ومنتج ومؤلف يكتبوا فيلم مثلا فيه عن موضوع الارض المجوفه، فكره من وين اجت؟ اساس من وين اجت؟ معناته اكيد ما في دخان من غير نار. من وين اجت هاي الفكره؟ معناته اكيد في شيء ممكن موضوع واحد يشك فيه. وبس شغله وحده حكاها كانت بالنسبه لي شغله واحده متخيل حكاها بالنسبه لي كانت منطقيه. اجى سأل قالت له المذيعه ولا المذيع الارض مسطحه ولا كرويه؟ لحظيا جاوب. الارض مسطحه ولا كرويه؟ كرويه. ايه الاجابه السريعه دي اللي ما فيهاش تفكير خالص؟ ما ينفعش تبقى مسطحه اصلا. يعني ما ينفعش الارض تكون مسطحه زي الناس متخيله، لكن هي الحقيقه ان الارض كرويه ولكن مساحتها اكبر مما نتخيل. هي مش بس كرويه، هي اكبر من المتوقع. احكي لك الصراحه جد بحس انه جد هذا الموضوع حقيقي. تعرف ما بعرف ليش، بس عن جد بحس انه هذا الموضوع انه الكره فيها جد 6 اراضي تانية، هاي حقيقي. حدود الارض اللي احنا عايشين عليها حدود مزيفه. الارض اكبر مما تتخيل. يعني انت الحدود بتاعتك المتعارف عليها هي القطب الشمالي والقطب الجنوبي. انت تسمع اي معلومات تانية بعد كده؟ في اراضي، في مساحات هائله تم تقييد نظرنا ان هو ما يتعداش حدود الجدار الجليدي تحت هذا المسمى، والبوارج الامريكيه بتحرس هذه الاماكن، واي حد يقترب مما بعد القطب الجنوبي والقطب الشمالي بيتم اطلاق النيران عليه، تحديدا القطب الجنوبي. الجدار الجليدي ده فين؟ بحوط الارض كلها. انا هلا راح احكي لك شيء يمكن بعيدا انه انت عم تصور معي شو، انا راح احكي لك كم شغله انت ممكن تستمتع جد. انا مقتنع انه هي الارض اكبر من اللي احنا عايشين فيها لسبب واحد. اكيد انت بتعرف ياجوج وماجوج. اكيد. اوكي. مشان الناس تتخيل عددهم، بيقول لك انه لما يطلعوا ياجوج وماجوج ويوصلوا
لبحيرة طبرية ويشرب أول واحد منهم ويوصل آخر واحد بيقول إنه كان هون في بحيرة من عددهم من المي خلصت يعني. بس لا، من متى مخلصة؟ من زمان. بيقول لك والله في يوم من الأيام كان في مي هون، يعني عددهم جدا هائل. وأحكي لك معلومة تانية، كان الحديث مش حافظ صيغته بس راح أحكي لك المعنى الحديث شو صار بالحديث. كانوا الصحابة قاعدين مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قاعد عم بيحكي لهم سيدنا محمد إنه النار راح يدخل فيها 999 واحد من كوكب الأرض. فهون خافوا، قال معناتها على هيك أغلبيتنا بالنار. قال لا، هدول 999 يأجوج ومأجوج، والواحد اللي ضلوا هدول نحن. متخيل عددهم؟ يعني قدام كل واحد منا في 999 واحد، هذا عددهم. فهل من المنطق، يعني انت لو جبنا هلا آلة حاسبة عملنا 9 مليار ضرب 999، كم الرقم حيكون؟ هائل، رقم مخيف، ما حتكفي أكيد. ما حتكفي الورقة من ضخامة هذا الرقم. هل من المنطق عايشين بهي الكرة الصغيرة؟ ما هي بس هي. وبعدين لا على شغلة أنتاركتيكا يا أخي، هو أنت بتقدر تروح عليها سياحة، أي حدا بيقدر يروح هناك سياحة، بس كمان بالسياحة محدودة. بيحكوا لك بعدين لا هناك خطر، ممنوع انك تطير بطياره. أيوة. فوقها ممنوع، يعني بتشوف الطيارات بتلف لفه أيوة. طويله عريضه عشان بس ما تيجي من فوقها. فانا مش كتير بحب هاي الاشياء، ويعني مندمج فيها النظريه. أيوة نظريه الارض مسطحه ومن هالكلام فاضي، يعني من الاخر اوكي، لو انت بتامن الارض مسطحه يقلب وجهك. فكيف والله مش عارف يعني، بس انه كيف الارض مسطحه؟ يعني ليش كل شيء حوالينا فعلا كروي واحنا بس اللي مسطحين؟ يعني شيء مش منطقي، فاهمين كيف؟ بس في اشياء تانية جد منطقيه وهم بيامنوا فيها هدول تاعون الارض المسطحه، بس هم بحسهم هيك كتير مهووسين بشغله انه لا الارض مسطحه. لا ما بعرف ليش هو هوس. تعرف يمكن هم جد ماشيين على مبدأ انه خلص الحكومات عم بتقول انه الارض كرويه معناتها الارض مسطحه، هم بس بدهم يكونوا عكس. ولكن انا ميال لفكره انه الارض اكبر من هيك. وفعلا على موضوع انتاركتيكا انه غير هيك، ترى اذا بدك تسافر لها لازم تاخذ اذن قبل ب6 شهور، فهمت علي؟ وطياره وحده، وبتروح على زاويه وحده بالمكان. ايوه ما بتروح مكان على كيفك، ما بتقدر تستكشف. أيوة. ما بتقدر تروح انت تتمشى هناك. خليني اخذ دراجه اروح تحت الثلج ولا هيك، لا بدك تضلك بمكانك هذا، تشوف هيك كم من شغله، مع السلامه يلا اطلع من المكان هذا. فموضوع يعني مشكوك بامره. ويمكن بروباغندا بس عاملين جو انه بس هيك انه ممنوع حد يجي، بس زي اريا 51 وهي ما في شيء. وهي ما في شيء بس اخر شيء امريكا بتموت بهالقصص، بتحب تعمل بروباغندا من العدم. عشقها تسوي هذا الشيء بصراحه، وهي اشطر وحده بهي القصص ترى، انه تعمل اشياء مزيفه وتعمل عليها قصص. يعني مثلا لما يقولك انه والله صوروا قمر او طبق طائر، ترى هي نفس الحكومه اللي مطلعه هاي الاشياء. ويلا يا ناس العبوا بهاي القصص وصوروا ونزلوا اشياء. ولو بتفكر فيها قاعده بتشهرها اكثر واكثر هاي الاشياء كلها، يعني بتنشهر اكثر واكثر سمعه امريكا بهاي القصص. وانا ميال لسبب بصراحه، انا شوف من كل واحد له قناعاته. انا بشوف انه هذا الشيء بتعمله مشان تلهينا عن خبر اهم من هاي الاشياء. طبعا وكلنا بنعرف شو هو هذا الشيء. مثلا لما انسجن ديدي. أيوة. في شيء ثاني مش قصته ترى على فكره انا حكيت بالموضوع، ترى قصته كثير بايخه، انا ما حاب اكمل فيها ولا حاب اتعمق فيها. ترى يا اخي موضوعه كثير بايخ بصراحه موضوع بايخ. واحد عنده فلوس كثير بيعمل حفلات اوفر سيئه وقليله ادب. كم واحد بالعالم عنده فلوس بيعمل هيك؟ مليان. كتار عبلهونا عن خبر تاني. نفس الشيء وقت ابستين من زمان قصته نفس الشيء، وجابوها عشان يلهونا عن شيء تاني. كلنا بنعرف هذا الشيء الثاني. ترى قصة ديدي كتير بايخة، بس مشاهير عاملين حفلة وعاملين فيها أشياء قليلة أدب. ليه هلأ طلعت وهي قصته قديمة ومن زمان عم بيطلعوا؟ ليه هلأ عطوا الحكومة الأوراق بعد سنوات كتير؟ بياخة. على كل حال خلينا نرجع لعند الدكتور محمود صلاح. أنا شو عندي مشكلة مع الدكتور محمود صلاح؟ أنت لما يجيك واحد عالم يعني متفقه بهي الأمور ومتعمق فيها، يا أخي بتحس إنه كتير خرب على حاله لما يجي. اوكي طالع بلايف بث بالتيك توك وعساس انه في مكالمه، على اساس لانه انا مش مقتنع، كثير كرنج، كثير اشي غبي، على اساس انه مكالمه مع واحد ماسوني كان عم يتفرج على البث تبعه. قال شو هذا عم بيعمل محمود صلاح، خليني اتصل له. انت مصدق انه انت ب 2024؟ بس قل لي او لا. على تاريخنا ولا تاريخكم؟
لا. خلاص عرفت انك فاهم. بده يقول له قل لي، راح قل لي، لانه بده يبين انه اللغه العربيه الفصيحه وانه ماسوني لازم ما يحكي قل لي، لانه ماسوني أنا عمرك بعبد شفت الشيطان. عمرك شفت ماسوني بيحكي قل لي اليوم نحن باي تاريخ؟ لا، ولا قل لي، قل لي، ما لازم قل لي، قل لي. وانا من ايام زمان أوكي. وجن وبعدين شو رد عليه الدكتور محمود؟ على تاريخنا ولا تاريخكم؟ وهيك انه انا اللي فاهمكم. شفت يعني انه فاتح بث، يعني انه ومتصل له ماسوني يعني اسمع بهاي الشغله في كتير لقطات له زي هيك. الصراحه انا بشوفها كرنج، يعني انا اسف يا دكتور محمود، بس اللقطات هاي لما انت تعمل حالك انه انا اللي كاشفكم وعارف شو اللي قاعد بصير، وانا اللي جايين تلعب معايا، انا اللي عارف كل حاجه، هيك بيعطيك اشي زي هيك، فاهم كيف؟ انه انا اللي بعرف القصص هاي كلها. يعني لو حكم بالموضوع بطريقه عاديه اتوقع بيطلع الموضوع ابسط شويه، يعني فاهم كيف؟ بس هو مع اللي بتاريخنا ولا تاريخكم. وهذاك ضحك، قال انا هلا هذاك الماسوني لقد تاكدت الان انك انت شخص كاشفنا وعارف. يا اخي مين هذا الماسوني اللي فاتح بث بالتيك توك؟ تعرف انت لو كنت ماسوني انت ابدا ما بتعرف شيء عن السوشيال ميديا، انت مش فاضي لهالقصص، انت بعايش جد يمكن بعد الانتاركتيكا. هو في منهم اللي هم الماسونيه اللي بيكونوا رابرز مغنيين وهيك عايشين معنا بيننا. قبل مرة كمان شفته على هاي السيرة، قبل مرة شفته على بيحكي دكتور محمود إنه الشياطين والجن عادي تلاقيها متشكلة على إنسان وإنت تكون عم تتعامل معه وبتحكي معه كله وهيك وبتتصل له وهو صاحبك، بس هذا جن ولا شيطان. بعرف، بس انه كمان ديننا من ايام سيدنا محمد لغى فكرة انه الجن يتشكل على هيئة انسان. سيدنا محمد حذرنا فقط من العقرب الاسود والافعى السوداء والكلب الاسود. بس بحب احكي لك القطة السوداء ده حكي فاضي، هم الافلام الاجنبية مطلعين هاي الفكرة. حذرنا بس من هاي الامور، الافعى السوداء، بس انه يجيك جني على شكل انسان بحس يا اخي حرام انه نحن ينكذب علينا عن طريق الجن. بيكون جد مش عدل انه يجينا جني يأذينا ونحن مش عارفين انه هو جني. الدكتور محمود بيحكي كتير على الدين بس ما حكى هاي النقطة. فاهم كيف؟ انه ما بيحكي بهاي النقطة، انه لا خلص ساحب عليها. ما بعرف هل هاي متأكد منها؟ طبعا معروفة. ان شاء الله اذا كنت غلط اكتبوا لي غلط. انا ما حكيت لا آية قرآنية ولا شيء، انا بحكي انه المعلومات اللي انا بعرفها انه لا، ومعروفة هي ربنا الله من الكل بيعرف انه الكلب الاسود والعقرب الاسود والافعى السوداء. يا سيدي اصلا اذا جيتك افعى سوداء ولا بيضاء راح تقتلها يعني، والعقرب الاسود ولا بني راح على فكرة. بس انه حذرنا من هذا الموضوع. بتذكر موقف صار معي مع كلب اسود، اقسم بالله بقول له لصاحبي خالد اللبناني اذا بتتذكر، بقول له والله العظيم هذا جني. الكلب بيطلع فيني هيك، والله العظيم بيطلع فيني هيك الكلب. انا بحلف لك والله العظيم كان جني. والله كان جني، انا متاكد انه كان جني. بعدين طلع عن موضوع دكتور محمود صلاح على فكره انه تفجير الابراج كان هولوجرام. اقنعني سنة 2001 كان الهولوجرام بالكواليتي دي. استخدموه مرتين، المرة الأولى في أحداث 11 سبتمبر والمرة الثانية في غزو العراق. اسمع بهذا الموضوع، انت اول اشي بشغله تفجير الابراج، احنا عم ندخل باشياء سياسيه فجاه هيك، بس اوكي شغله تفجير الابراج، انت مقتنع جد انه طياره اجت وخبطت بالبرج وبعدين كل البرج نزل؟ انا مقتنع بفكره انه التفجير صار فعلا، بس مقتنع بفكره انه كانوا الحكومه عارفانين، هم عارفانين انه راح يصير هيك شيء وهم حطوا TNT. وفعلا ممكن يكون، لانه مستحيل لانه اللي عم بيصير مع اخواننا بيروحوا بيضربوا صاروخ، ما بيضربوا الصاروخ فوق على السطح، بيضربوا الصاروخ تحت وبنزل تحت الارض، بوف بنزل مره واحده وبنفجر تحت الارض وكله بنزل وبهبط مره واحده. اما انه من فوق ايوه، بس الهولوجرام لا، هو تفجير حقيقي صار، وعادي تكون طياره فعلا، طياره ما يكون فيها تفجيرات مثل ما نحن متخيلين، ولكن انه كيف صار باعلى قمه البرج والبرج كله نزل، يعني مفروض لحتى تنزل اي عمود تضرب الاساس تبعه. بس بالفيديو تاعه حكى، وعن جد هاي الشغله انا انتبهت عليها، انه ركز على تفاصيل الطياره وهي عم تدخل البرج. الطياره ركز على تفاصيلها. انا كمان بركز. طب اخليك تشك بالموضوع اكثر. بسرعه الطياره هي لازم اي قطعه حديد تطلع من الطرف الثاني. طب لحظه شوي، كمان حكى شغله ثانيه. وين الحطام تاع الطياره بعد ما وقعت؟ فين حطام الطياره؟ انا اجيبه منين؟ ادله بقى اهو، انا بعرض معاك ادله اهو. مش في طياره دخلت في برج والبرج انهار؟
هو انت عايز تفهمني انه الناس اللي هتبقى واقفه تحت هياخدوا حطام الطياره او مش يشوفوا قصدي. حطام الطياره مش ويمشوا؟ ما انا وانت مش هنعرف واحنا قاعدين هنا. طب وين الناس اللي ماتوا جوا الطياره؟ والناس اللي كانوا جواها المفروض ان هم توفوا. لم يتم الاعلان عن اي شيء من هذه المعلومات نهائيا. افرض هي اللي خلينا نفكر فيها من انسان لانسان تاني. الانسان هذا اللي قرر انه يعمل هاي العمليه ويركب مكان السائق ويسوق الطياره ويدخل، ليه يعمل هيك؟ فاهم علي؟ هم عملوا هيك مشان يشوهوا صورتنا بالضبط. بس يعني هي هاي نحن كلنا بنتفق عليها، لانه بتذكر اهلي لما يحكوا لي على اليوم هذا كيف المطارات العالم كلها توقفت، الدنيا كلها جنت، وكانت اتعس لحظه للمسلمين، وعاشوا أسوأ اللحظات العنصريه بسبب هذا الموضوع. كتير صارت كتير كان عنصرية. موضوع كان بأمريكا موضوع بريطانيا، عند الباكستانية ببريطانيا ينادوهم باكيز يا مسلم، وعنصرية مو طبيعية. نفس الشيء بأمريكا للمسلمين، الله أكبر. أنتوا عارفين يعني هلأ هاي نحن يعني بنشوف الله أكبر وما الله أكبر، لهلأ أجانب هيك بيعملوا بالضبط. بعدين عندي كمان مشكلة معه، إنه يخف مقابلات من قناة لقناة يا أخي كتير. أوكي كتير. أنا أحكي لك ليش يا أخي. إذا كان فعلا شخص متثقف بالطريقة هاي، يعني في واحد أنا بعرفه وبعرف في ناس ممكن يعرفوه، اسمه دكتور الفاضل السامرائي. هذا الدكتور بيفسر فقط معاني القرآن وبحب أتابعه. حلو انه بس انه هي الايه معناها كذا كذا كذا، ما له دخل انه هذا شو حكمه او شو فتوى تبعته، لا، المعنى اللغه العربيه عم يفسرها. عالم، انا بشوفه انسان عالم جدا بطريقه مخيفه، عالم والله يطول بعمره ويبارك في عمره. ما شفته الا بالقناه، مش انه والله بالتيك توك هو عامل حساب وفاتح بث. عاطي لعلمك هيبة، انت فاتح بثوث وبتدخل علينا وانه القبة تبعيت الاهرامات انسرقت، هي مسروقة، لكن ليش بالدولار في عين وفي القبة الذهبية؟ طيب انه مسروقة يا اخي، انا مقتنع بس انه لازم بعد كل تحليل تعطي فرصة. انت كل 5 دقائق نطلع لنا تحليل انه نحن مكذوب علينا. بعدين البوابات النجمية فكرة حلوة. تعرف ايش فكره حلوه؟ انه بتعرف انه قال في بوابه بعدن وفي بوابه بمصر وانه اوباما طلع كان يروح ويرجع فيها. يعني ما بعرف، يمكن نحن غلط، يمكن جد يكون هيك شيء، ما بعرف. الاخر شيء جد يطلع كله ما بعرف. بس شفت له فيديو كانت ببدايه هاي السنه، حلو، حكى في احداث راح تصير، في شيء راح يطلع بالسماء كله راح ينصدم، وفي شيء بالذات عند العرب حيطلع بالسماء وكله حينصدم. الفترة الجاية في 24 هتظهر عبادات جديدة وفصائل جديدة بتعبد حاجات مجهولة تماما، أول مرة نسمع عنها خالص، حاجات براند نيو بقى. حاجة بقى زي ما قلنا إن في حدث عالمي مهم جدا هيحصل في دولة عربية، في كمان حدث عالمي بس المرة دي يحصل على مستوى العالم، وبرضه هيبقى حدث مجهول. في حدث على مستوى العالم اغلب دول العالم هيتفرج عليه، برضه هيكون في السماء، وهيبقى حدث مجهول وهيستمر حاجه في السماء. حاجه في السماء يعني مش حدث عالمي حرب نشوفها في دوله، لا خالص. مشكله انفجار معين كل الناس تتابعه. الشيء هذا ما صار، وحكى 100% انه حيصير. في كمان اشياء تانية كتير. يمكن قصده على المذنب يا جماعه الخير، في مذنب لا مش هو والله مذنب فيه. ما هذا اللي قصده عليه. حكى الناس رح يعني تنصدم من الاشي اللي بيطلع بالسماء، اللي هذا طلع يعني شو هذا اللي بالسماء. في كمان كتير اشياء تانية حكاها كتير، راح يصير هيك وراح يصير هيك وراح يصير هيك. قعدت انا الفيديو هذا بحضره كنت من يومين. طيب قاعد تستنى وانا عم بشوف التاريخ، شفت التاريخ تاع الفيديو نازل بشهر 1 2024. احنا هلا وصلنا شهر كم؟ 10. ما صار شيء، ما صار ولا إشي من اللي حكاه. بدك تعطي فرصة لنهاية السنة. طيب ممكن بهالشهرين يصيروا كلياتهم. ما بتعرف جد هو. بس انه في له كثير اشياء انه يروق يهدى شوي. صح. لانه يعني بصراحة بعض المواقف عم بيطلع بطريقة، يعني انا بقول انه زودها. انا بالنسبة لي الدكتور محمود صلاح كمحتوى ممتع تتفرج عن جد، ممتع كتير، ممتع. بس في كتير اشياء عن جد ما تصدق اي شيء، ما تصدق اي شيء ولا تكذب اي شيء. دائما بحكي لهم هيك، لا تصدقوا اي شيء بالسوشيال ميديا، عن جد لا تصدقوا اي شيء بالسوشيال ميديا. عادي انا اطلع بالاخر التال قتله او المخلوقات الجوفيه هو بيحكي عنهم، مارك زكربرج وجيف بيزوس او شو اسمه وبايدن، كلهم خلاهم مخلوقات زواحف الارض. والبادي جارد هذول والحراس هذول الشخصيين تاعون الملوك، شفت كيف اشكالهم قال وعامل عنهم. وعم بحكي بالمقابل انه مارك زكربرج من الزواحف.
وحتى ايلون ماسك دائما بتمسخر عليه وبيقول له انه انت يا سحليه. ايوه حرباي، آه، مسميه مخليه حرباي، مش عارف. مخليه حرباي. ومره حكى كمان لما صرت انسان اشي زي هيك مارك زوكربيرج بمقابله، بس اتوقع هاي كانت يعني من التوتر لانه او ايلون ماسك بيستهبل، لانه كثير ايلون ماسك لا بيستهبل لا لا, وبيتمسخر. لا مارك اللي حكى انه انا لما صرت انسان هيك اشي زي هيك، حكى انه هو زي كانه هو ما كان انسان. طيب بس اتوقع هو بيتوتر يعني يمكن لانه انا بشوفه حتى لما كان بالمحكمه عم بيعرق وهيك وظهره كله عرق، يعني متوتر الرجال، فاهم كيف؟ ما متعود على هاي المواقف. وخير دليل على موضوع التوتر، انا بتذكر والله العظيم مازن لما مثلا يكون عندي برزنتيشن بالجامعه يا زلمة. بحكي شغلات انه امبارح لما كنت نايم، انا لما نمت اليوم، لما هلا بصير يفرط ضحك علي، بيقولوا لي انت صاحي هلا. سوري قصدي انه لما اليوم صحيت، فهمت علي؟ لما اليوم نمت بحكي اشياء ما ركبت بسبب التوتر. فانه هي يعني ضريبه انك تكون شخصيه جدا مخيفه بالعالم. اذا انت عملت مثلا، انت كنت والله قاعد بالحديقه مثلا، قلت خليني اجرب اعمل بايدي هيك، وحدا صورك زواحف الارض. زواحف الارض. تخيل محمود، الدكتور محمود يشوف الفيديو هذا ويحكي هدول جايين من امريكا عشان تخيل. يا رب والله، يا رب يا رب يا الله يا والله. لا والله بس احنا مش هيك يا دكتور محمود، كل احترام لك، كل الاحترام. على فكره طلع عشان تتاكد انه احنا بشر، ترى بنسمع شو اسمه عبد الحليم. ايوه يعني اوكي، طاهر مصطفى، يعني هي في عنا اشرطه، يعني في اشرطه. ما اعتقد زواحف. عندك اشرطه؟ لا هدول بحب اسمعهم جد، طاهر مصطفى وعبد الحليم. تسمعهم؟ عندي مسجله بس بالغرفه الثانيه، بسمع على مسجله لسه. جد انا على فكره جد مازن ما بطلع. انت عارف هذا الشيء، انا بضلني بالبيت. طيب على فكره انا مازن لما يعمل هيك بيكون زعل علي. مسجله؟ طب في تليفون ليش مسجله بتسمع بيها؟ اللهم صل على محمد عليه الصلاه والسلام. شوف حتى بنصلي على سيدنا محمد. دول عملوا كده عشان يورجوك انه هم على اساس انسان. ايوه الابتسامه والله جبتها صح. فكره انا متاكد. يا دكتور والله العظيم. طب الكلام جبته منين؟ الكلام انا عندي ما بس اصله ما ينفعش اللي انت عم بتقوله. يعني ايش هذا ده؟ انا بقول لك انا متاكد. معلوماتك منين؟ انا متاكد يا عم. انا معاك، بس يا المشاهدين انا مسؤول عن كلامي 99% هيحصل كل اللي حكيته. طب وال1%؟ خلينا نخلي ده ال1%. طب والمشاهدين عايزين يتاكدوا منين جبت الكلام ده؟ الكلام ده انا متاكد منه في مصادر انا ما اقدرش اقولها. الماسوني اللي كان معك بالبث، الماسوني. شفت لما صار يحكي له هذا، طب انت شو اللي عرفك انه ماسوني؟ يمكن واحد عم بيستهبل عليك. يا عمي هو ماسوني. على مسؤولية. خلص على مسؤولية. صح. وفي نظرية تانية مش هو اللي مطلعها، جمهوره طلعها. هو مش دكتور محمود صلاح، هو مايا صبحي. مين مايا صبحي؟ هي اللي قبليه اللي اختفت، اللي هي جد مختفية. ما شفت شيء عنها ابدا؟ لا ما بعرف عنها. هو دائما حكى عنها اكثر من مرة انه وين اختفت، انه اخذوها الماسونيين خطفوها لانه صارت تحكي اشياء جدا بتخوف، فكلهم صاروا يحكوا انه هي مايا صبحي متنكرة. فهمت علي؟ ما بعرف انا مين مايا صبحي الصراحة. بس هاي هون حتى لابسه نفس لبسه. قصدي لابس نفس لبسها. فقط سليم. ده موضوع مهم جدا. على كل حال يعني كانت حلقتنا لليوم يعني بس مجرد نقاش وسوالف، لانه بصراحه اذا بدنا نحش بحدا ما بنحب انا وياه نحش، لان كل واحد لازم لحاله يحش. لازم بصراحة. عشان الحش يكون بين طرفين، يعني باسل يحش على هذا الموضوع وانا احش، يصير في فيديوهين عم بيحشوا فيك للي بدنا نحش فيك المره الجايه. مش فيديو واحد. حرام ينزل عليك فيديو. بالضبط. فاذا في جد من هون ورايح، اذا الموضوع فيه نقاشات يستاهل انه نتحاور فيه، يكون له راي وانا الي راي، بقلكم انه ممكن يكون في حلقات كثير مثل هيك. اكيد. فبس أكيد. هي هاي. ومازن عشان يكون عندكم علم، مازن حب يطلع معي هي الحلقه بمعنى انه عم يبارك لي لل10,000. والله مبروك يا باسل، ان شاء الله عقبال ال100,000 مش ال50,000. ال100,000 ان شاء الله. ان شاء الله. انهي الحلقه. وبس هذا هو الفيديو لليوم، ونشوفكم على خير. في امان الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
هذا السيجنتشر تبعي. انت السيجنتشر هيك سلام رسمي.